فوز نادي الزمالك على بلدية المحلة وصعوده لدور 16 في بطولة كاس مصر من ساعة ما الماتش خلص وعينك ما تشوف الا النور، كمان بالاخص بعد تصريحات كابتن احمد عبد الرؤوف بعد اللقاء بخصوص محمود بن تايج. كل الناس خلاص اللي كانت بتمسك سكينه واحده الكابتن احمد عبد الرؤوف دلوقتي بيمسكوا بمليون سكينه. حتى قناه نادي الزمالك طالعه وبتنتقد الراجل على تصريحاته ضد اللاعب محمود بن تايج ان هو متغيب وبيفسخ عقده من طرف واحد من طرف اللاعب محمود بن تايج. تعالوا واحده واحده كده نتكلم. سيبك من احمد عبد الرؤوف، احمد عبد الرؤوف يا سيدي مشي، هيجي مدرب تاني سواء اجنبي او مصري ليه خبرات زي ما الناس كلها بتتكلم. ساعتها المشاكل كلها اللي في نادي الزمالك هتتحل، اللعيبه اللي عايزه تجدد في نادي الزمالك هتجدد، اللعيبه اللي عايزه مستحقاتها كاجانب هتاخد، اللعيبه اللي عايزه مستحقاتها كمصريين وصفقات جديده برضو مستحقاتها هتدفع. طب كمان الديون على نادي الزمالك والقضايا على نادي الزمالك كلها هتدفع والمشاكل هتتحل. نادي الزمالك في مشاكل كبيره جدا، مشاكل بالجمله، مشاكل مفيش اي نادي على مستوى العالم كله يستحملها. اقول لك على حاجه، اللي بيحصل في نادي الزمالك ده وان انت تعدي دور 16 وتكون رابع في الدوري وبالاداء اللي انت بتأديه، دي الطفره، دي المعجزه اللي بجد. نادي الزمالك بمشاكله دي المفروض ما ينافسش على اي بطوله، المفروض نقفل 8 9 في الدوري ونطلع من الدور ال 32 عادي جدا على ايد بلديه المحله ونتغلب في كل الماتشات. انت عندك اللعيبه بتلعب ببلاش، لعيبه نادي الزمالك بتلعب من غير ما تقبض فلوس. اي لاعب كوره دلوقتي مهما كان بيلعب في اي نادي من ضمن انديه الدوري كلهم بيلعبوا عشان خاطر الفلوس. لما انت تكون بتلعب في نادي كبير بحجم واسم وشهرة نادي الزمالك وبتكون بتلعب وانت ما بتاخدش فلوس، فين الروح؟ فين الاداء؟ انت بتطالب احمد عبد الرؤوف باداء ومتعه في الملعب، طب هتيجي منين؟ وهتيجي ازاي؟ احنا كويس ان احنا صعدنا. النادي الاهلي بكل فلوسه وبكل اعلاناته وبكل اعلامه بيطلع من دور ال 32 على ايد المصريه اتصالات، والناس كمان بتتكلم وبتحجج وبتقول عشان في مشاكل، عشان في لعيبه ما اتجددتش. تخيل، هي دي مشاكل النادي الاهلي؟ ده مشاكل عالم اول. انت عندك مشاكل عالم ثالث ورابع، انت عندك جمله مشاكل. الرحمه شويه على كابتن احمد عبد الرؤوف، يا سيدي مشيه، هات مدرب تاني، بس اصل المشاكل اللي فيها نادي الزمالك مش هتتحل بمشيان احمد عبد الرؤوف. انت ما عندكش اداره، نادي الزمالك بلا اداره، نادي الزمالك بلا تخطيط، نادي الزمالك بلا نظام في ملف الكوره بالذات وملف الرياضه عموما. في النادي مفيش نظام ومفيش تخطيط، هي دي المشكله. نظم، خطط، هتعرف تجيب احمد عبد الرؤوف، هتعرف تجيب احسن منه، هتعرف تجيب لعيبه تستفاد بيها بجد، هتعرف تحافظ على لعيبتك ولعيبتك ما تمشيش وتسيبك. هي دي اصل المشكله، مش كابتن احمد عبد الرؤوف او غيره. يا رب يا رب ما نسمعش اي اخبار تزعلنا تاني عن نادي الزمالك ونشوف نادينا زي ما احنا بنحلم نشوفه في يوم من الايام.